صراحة قمة الدناءة تاع لاعب راعي، لاعب سوقي، يعني اللي تربيطري في المباراة. صديقتي يا جماعة هذه أول حاجة مشهورة بالفيزيك تاعها مليح وتربيطري مليح، يعني لا غبار عليها صراحة. باش نهضروا يعني الناس اللي قاعدين يقولوا مكانك في المطبخ ومكانك في الكوزينة وما على باليش وشنو، هذه صراحة أصلا المستوى تاعها جد 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 راقي في الاربيتراج. أصلا هي راهي ديجا حكمة دولية، وكما نقولوا من مجاميعه، يعني ما شاء الله عليها. يعني ايه ما شاء الله عليها في الفيزو والشرط، ما شاء الله عليها. لابسه لباس ما عنده حتى علاقه بالاسلام، ما شاء الله عليها. انت دايره حجاب زعما وتشجعي في العري. ما شاء الله عليها في ايوه، ما شاء الله عليها في الفيزو والشرطه. ما شاء الله عليها في التريكو اللي راها لابسته، ما شاء الله عليها. في واه في واه تجري وجسمها يتخلخل في وسط الرجال. في واه ما شاء الله عليها، قصدي كلمة ما شاء الله عليها في واه. الناس تقول ما شاء الله عليها في حاجة مليحة، في إتقان عمل، في علم، في شيء اللي ينتفع به الناس في محله يعني أكيد. في واه ما شاء الله عليه. شفتوا مغالطات اللي راهم ينشروا فيها؟ شفتوا مغالطات اللي راهم ينشروا فيها الفيمينيست؟ شفتوا مغالطات اللي راهم ينشروا فيها هذم دعاة التضليل ودعاة اخرجي من الدار، اخرجي البسي، اخرجي حوسي، اخرجي ديري رايك، اخرجي ديري اربيتر، اخرجي ديري عساس، اخرجي اخدمي، البسي الكومبا، البسي كذا، البسي ديري لانك ما كيش امراه راكي كيما الراجل. اخرجي روحي حوسي، اخرجي بلا محرم. يعني يعني واش تحوسوا الله اعلم، يعني مش تحوسوا الله. والمشكله بكل وقاحه وسذاجه وسماجه تريكلامي عليها وتسب في راجل. يعني راجل اللي راه مفروض راهو قابل راجل، البلايلي اللي كان جا قابل الحكم راجل كان يقدس له ويسبوا راجل في بعضهم، حتى لو كان يتعافروا عادي. وصرات في الماتشات، كان في ماتشات عالميه وصراو هذم اللي جازت، يعني مش يعني جازت هذم ما صراوش البلايلي فقط، ومش راح يصراو غير البلايلي، صراو في الموند كامل، في كاس العالم صراتو كيف باش انت تخرجي تساندي تشجعي في انسان وانت زعما راكي لابسه حجاب ولابسه هي ناحيه ثانيه، انت الحجاب ولبسي شورت ولبسي تريكو وشجعي هذا النوع من الناس. راهي اربيتر ما شاء الله عليها، راهي اربيتر واش قالت اربيتر ما نبيش راهي اربيتر فيزيك مليحه. من ناحيه شي فيزيك، المراه عندها فيزيك في وسط الرجال تجريه. هذا هو الفيزيك تاع المراه في وسط الرجال تجريه. ها اذا كنت انت ما عندكش خاوتك وما عندكش اب وما عندكش والديك ومش مربينك على الحشمه والحياء، نسى الجزائريات راهم لاباس بهم. والعوايد في الجزائر والله ما يطلقوا بنت ماكذا الا من رحم الله، فئه قليله، فئه قليله جدا اللي يخموا التخمام تاعك. الحمد لله 80% من المجتمع تاعنا ما يخموش التخمام هذا. تلقى امراه حتى ولو كانت تلقاها مقصره من جهه ربي سبحانه وتعالى في الحجاب ولا في اللباس ولا في حاجه منها، بصح عمرها لا تروح تدخل في وسط الرجال، عمرها لا تدخل في وسط الرجال. كاين من نساء تلقاها استغفر الله بيقوم سيفيليزي طول مش الحجاب مش لابساته، بصح عمرها لا تساند هذا الشيء. ما تجيش في الفيديو تقول لك انايا صاحبتي ما شاء الله عليها في لبستها، وما شاء الله عليها لانها تجري في وسط الرجال، وما شاء الله عليها لانه راهي تدردس في وسط الرجال، وما شاء الله عليها لانه السيد حكم من يدها ويدز فيها وياه. تقول لك انايا على معصيه، ربي يغفر لي، ربي يتوب علي، ربي يهديني، بصح ما نساندش معصيه وما نوقفش مع المعصيه وما نشجعش المعصيه بطريقه مباشره ولا غير مباشره. ما تستغليناش وما تستغليش عاطفه الناس في انه بلايلي اخطا خلاص لازم نشجعوا حنايا الحكمات ونشجعوا النساء ونشجعوا اللي تروح للصطاد وتروح لابيسين وتلبس اللبس هذاك وتلبس لبسه تاع البحر ولبسه تاع كذا وتروحي البارك وتروحي تحوسي وديري ودنا. المراه تروح تحوس محرم تاعها، راجلها خوتها دارها. المراه تخدم، ماناش ضد الخدمه، ولكن كلها في اطار شرع ربي سبحانه وتعالى. ما كانش حتى ايه في القران وما كان حتى حديث في سيره النبي عليه الصلاه والسلام ولا الصحابه ولا التابعين يتحدث على انه المراه ممنوع تخرج من دارها ولا انه المراه ممنوع تخدم. جيب لي اي ايه في القران ولا حديث يقول لك باللي المراه حرام عليها تروح تخدم. كاين امور الشرع حددها، مثلا كيما المراه ما تترأسش الرجال، ما تترأسش بلاد ولا قريه ولا بلديه ولا ما تترأسش، لانه ضعاف قلوب
وضعاف نفوس وعندها حالات وعندها امور اللي ما تقدرش تحكم من المراه هذا الشيء. ربي سبحانه وتعالى حرم الخدمه في المراه، حرم الاختلاط، حرم السفور، حرم المحارم تكون مع محرم، حرم كل انواع الاختلاط، ما حرمش العمل. عليه ربي سبحانه وتعالى حرم المراه انها تخدم قابله والله طبيبه تاع نساء، ما حرمش. خيات لي كاش ما ايه ولا حديث يقول لك باللي النبي عليه الصلاه والسلام والله عن الله عز وجل في القران الكريم حرم العمل تاع المراه، ما حرمش. النبي عليه الصلاه والسلام كان يخدم عند خديجه وكانت صاحبه تجاره، عليه النبي عليه الصلاه والسلام ما قالهاش انت راك صاحبه تجاره وانت عندك دراهم وكيفاش انا راجل قد الراجل نخدم عندك، قالهاش النبي عليه الصلاه والسلام، عمره لا قال، وعمره لا حسس حتى خديجه بهذا الشيء. متزوجه بها وكانت اول النساء اللي اسلمت ودعمته في السيره تاعو، في سيره يعني في حياته. ولكن انتم دائما تروحوا تشوهوا، ودائما تروحوا لوحد النقاط تركزوا عليها. انتم معقدين، انتم المراه تحوسوا تخلوها في الدار، انتم المراه تحوسوا تعقدوها، تحوسوا تشكلوها، المراه ما تخلوهاش تخرج، المراه ما تخلوهاش تخدم، المراه ما تخلوهاش تقرا. اقراي ورا مشكل، شكون قال لك ما تقرايش؟ شكون قال لك ما تخدميش؟ ولكن في ظروف، في ضوابط شرعيه. اما انك تجي انتي تشجعي لي حكمه لابسه شورت وفيزو ولابسه تريكو وتجري وتقولي لي فيزيك، ما كاش منها هذه، ما كاش منها. او لابد يصرى حاجه ماهيش بلاصتها. حكمه ما تصلحش، لو كان تجي اي عمل واحد اخر حكمه ما تصلحش. المراه ما تصلحش حكمه، الدردس في وسط الرجال بجسمها هكاك اللي ما كاش منها طول. ما كاش اللي يرضى. انا نتحدى اي راجل افحل وعنده النيف وزقرتي كما يقولوا السواره تاعنا جزائري يطلق بنته ولا اخته دير هذا الشيء، الا الفئه هذيك اللي نعدوا عادي اصلا، اللي يطلق بنته مع هذه الشكلات نورمال. بنته راه يعني تبات تقصر من جايب خبرها اصلا، وكان تروح حتى تبات 3 ايام 4 ايام تقول لي بيت عند صاحبتي ولا عند هذاك عادي جدا، لانه مادام يخمم ويطلقها بهذا الشكل يعني قادر يطلقها في اي شيء واحد اخر. اما انك تجي دافعي هذا الشيء هذا مش مقبول نهائيا، مش مقبول. تصرف بليلي شيء وتدافعي لهذا الشيء امر اخر، وتزيدي تسبي فيه وتقولي له راعي وعقليه راعي. انت الراعيه مش هو الراعي، هو راجل فطره تاعو راجل يطيح يسبي يكفر استغفر الله العظيم، هذه هي راجل يتقلق هذا. بصح انت امراه كرمك ربي سبحانه وتعالى وكرمك الشرع وكرمك يعني كرمتك الايات وكرمتك سيره النبي عليه الصلاه والسلام انه المراه مكانها في الدار معززه مكرمه، تخرج تقضي، تخرج مع رجلها تحوس دير مش ممنوع هذا الشيء. اما انك تروحي تلعب باربيتر وتجي تشجعينا هذا الشيء وتشجعي هذا التصرفات وتشجعي هذا النمط في الحياه باش الناس يعني تتخلى على الجانب هذا وتروح الجانب البلايلي، زعما باش ديرتينا فيديو باش نسبوا بلايلي حنايا ونخلوا الامر الاخر. يا ودي روحي برك ودي حكايتك ودير علينا.